السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم متابعينا الكرام. اذا اتحاد العاصمه هو ممثل الجزائر في منافسه كاس الكاف، هو الممثل الثاني اضافه اما الى شباب لوزداد او شبيبه القبائل وفق ما ستصفر عنه الجوله الاخيره من عمر الرابطه المحترفه، و سيكون مولوديه الجزائر طبعا في كاس رابطه ابطال افريقيا برفقه اجياسكا او السيربي. الاتحاد الجزائري لكرة القدم استند إلى البند الثالث من الفصل الخامس من لوائح الاتحاد الإفريقي لتحديد هوية الممثل الرابع في منافسة كأس الكاف. البعض تساءل وقال لماذا لن يشارك صاحب المركز الرابع مثل ما حدث الموسم الفارط. بلغة القوانين الحالة الوحيدة التي يشارك فيها صاحب المركز الرابع في البطولة هو عندما يكون طرف نهائي كأس الجزائر يحتلان في نفس الوقت المراكز الثلاث الأولى بالبطولة مثل ما حدث الموسم الماضي. إذا اتحاد العاصمة هو المشارك بالتوفيق له في منافسة كأس الكاف. حظ أوفر للنادي الرياضي القسنطيني ولشبيبة الثورة ولأتلتيك بارادو وللنوادي التي راهنت على الوفاق الصيفي، أيضا النوادي التي راهنت على المشاركة القارية في الموسم المقبل. بالتوفيق للجميع.